اهلا بيكم في مطبخ فراوله. كم مره طلبوه اولادك منك واشتريتيه من بره بمبلغ، وللاسف مش عارفه هو اتصنع ازاي او ايه مكوناته. استعد النهارده الوصفه فعلا مش عاديه. ناجتس الفراخ المقرمش من بره ولذيذ جدا جدا من جوه. هنعمله النهارده بتتبيله زي الجاهز والذ كمان. تعالوا نشوف النهارده هنعمله ازاي واسمعوا القرمشه. يلا بينا نبدا، بس اذا كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديده. معايا كيلو من الصدور او كيلو من البانيه عموما. صدر حلو كبير خالص، عامل كيلو بالظبط على الميزان. تمام كده، هغسله كويس جدا وهنضفه بالملح والليمون كويس جدا علشان الزفاره. وبعدين هبدا ان انا اقطعه زي ما احنا شايفين كده قطع عشوائيه، علشان هفرمه كويس جدا بالكبه. كده انا بقطعه كله. تمام كده، القطع اللي تمشي الكبه معايا بيها هحطه بقى في الكبه وافرم على قد ما اقدر. افرمها كويس جدا على اساس تبقى زي العجينه كده بالظبط. هفرمه بقى فرمه حلوه كده. اتفرموا تمام كويس جدا. هسيبها بقى على جنب واجيب بطاطستين كبار كده حلوين، هقشرهم واغسلهم كويس واقطعهم مكعبات زي ما احنا شايفين كده. ليه؟ علشان هسلقهم سلقه حلوه. هروح بقى اسلقهم واحطهم في الميه اللي بتغلي، لان انا كنت غاليه ميه. وهنزل بقى بالفراخ المفرومه بتاعتي او الصدور المفرومه بتاعتي في الصينيه اللي احنا شايفينها دي. عايزه اوريكم هي مفرومه كويس، شايفين زي العجينه بالظبط، الانسجه بتاعتها كلها اتفرمت كويس. هنا بقى هتكون اتسلقت معايا البطاطس. هصفيها بالمصفى اللي انا ماسكاها دي واحط عليها البطاطس المسلوقه. بس لازم اصفيها كويس من الميه اللي فيها. تمام كده. لو حابه تهرسي البطاطس الاول مفيش مشكله خالص، اهرسي البطاطس الاول وانزلي بيها على الصدور. نزلت بقى ببيضتين وكيس فيجيتار براحتك، حبه بارد حبه حار زي ما تحبي. انا بحبه بارد، مش بحب الحار. نزلنا بكيس الفيجيتار وهنزل بمعلقه كبيره من الكاري، معلقه حلوه كده من الكاري. وكمان معلقه من البابريكا. ومعلقه نص معلقه من الجنزبيل، وده مكون اساسي، ما ينفعش استغنى عن الجنزبيل يا جماعه. ونص معلقه من الملح. ومعلقه من البصل البودر. معلقه من الثوم البودر. الخلطه سهله جدا، البهارات موجوده عندك في البيت ما فيهاش اي صعوبه. هحط مكعب مرق، ولو عندك فوريه يستحسن طبعا، لان دي هتتهرس معايا بصعوبه. هحط بقى معلقتين من النشا كبار كده مليانين، ده اللي بيعمل الربط معايا. ونص معلقه او ربع معلقه من البيكنج باودر. معلقتين النشا ينفع تستبدليهم بمعلقتين من الدقيق، يا نشا يا دقيق. وربع معلقه من البيكنج باودر. وهنزل بقى بالهراسه بتاعتي اهرس كل الكلام ده مع بعضه. يعني المفروض ان انا بهرسه كويس جدا بقى، يعني ما بسيبش حاجه متكلكعه في البطاطس او في بنزل بقى بايديا او بلبس جوانتي وبهرس الكلام ده كله بايدي شويه او بالجوانتي شويه، لغايه ما يبقى الخليط كله متجانس كويس جدا، مفيش اي بطاطس مكلكعه خالص. ولو حابه تكملي خلط او تخلطي الكلام ده كله في الكبه مفيش اي مشكله خالص. انا هنا خليته خليط متجانس ناعم، مفيش اي كلكعه. هجيب بقى زيت وادهن ايديا واشكله بقى على شكل الناجتس بتاع بره الجاهز. عايزه اقولك انت بتعملي حاجه يعني للامانه، حتى ناجتس الشركات او بانيه الشركات انت مش عارفه هو بيتعمل من ايه، مش عارفين هو بيحطوا له ايه بالظبط في المكونات، حتى لو شركه محترمه جدا. احنا بنسمع شكاوي وبنسمع ناس وبيطلعوا على الميديا وبيقولوا حاجات صعبة. فانت بتعملي حاجة لولادك نظيفة بشوية توابل بتبهريها، بتبقى اطعم من بتاعة بره كمان. وانت ضامنة انت حاطة ايه في السندوتشات الصبح. بتنفع لك بقى سندوتشات بتحب تحطيها في الغدا مع شوية مكرونة بالصلصة، بيبقى احلى غدا واسرع غدا كمان. عايزة اقولك ان دي اكلة اقتصادية جدا. انت من كيلو من الصدور الفراخ هنعمل 31 قطعة ناجتس. وعايزة اقولك القطعة بتاعت الناجتس اكبر، وزنها وحجمها اكبر من قطعة البانيه الجاهزة او الناجتس الجاهزة. طلعت 31 قطعة، شايفين الوزن كمان الضعف تقريبا. يعني وزن القطعة الضعف من اتنين بتوع بره، يعني القطعة بتساوي اتنين من الناجتس الجاهز. هنا بقى هعمل الخليط اللي انا بنزل فيه الناجتس بتاعي، عبارة عن معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق.
ولو ما عندكيش نشا مش مشكله، ممكن تعملي 4 معالق دقيق، ونكملهم بميه ونحط ملح وفلفل. بس كده. هنخلط بقى كل الكلام ده. ومعايا كمان بقسماط خشن زي ما احنا شايفين كده، عند العطارين تقريبا بتشتريه، بتقولي له بقسماط كنتاكي، هما مسمينه كده تقريبا. بس هو البقسماط مش ناعم، هو خشن. هنزل بقى القطعه قطعه في الخليط اللي انا عملته ده. مش هحط بيض تاني لانه العجينه فيها بيض، وده خليط بيلزق كويس جدا التوبنج بتاعها، يعني البقسماط بيلزق كويس جدا فيه. هبدأ بقى ان انا انزلها في الخليط، وبعدين اطلع بيها على البقسماط بتاع الخشن. شايفين القطعة عاملة ازاي؟ واحدة واحدة. نفس الكلام هنزلها في الخليط، ولو نقص معايا الخليط انا بزوده برضو. هكمل كل الكمية بنفس الطريقة كده، وهيطلع معايا زي ما قلت لكم ال31 قطعة كده. انا خلصت الطبق الاولاني. مش فارق كتير عن بتاع بره يا جماعة، بل بالعكس، يعني زي ما قلت القطعة وزن 2 من بتاع بره او الجاهز. كده انا خلصت ال31 قطعة تتبيل و... وتمام. حابة تحطيه في الفريزر وتطلعه كل يوم استخدام يومي براحتك. انا اليوم ده انا كان بالليل وسيبته في الفريزر، بقى هسيبه في الفريزر لغاية بكرة الصبح، او علشان اعمله سندوتشات الصبح. فانا ما قليتوش على طول للامانة، حطيته في الفريزر بالشكل اللي احنا شايفينه ده في اكياس، يعني حطيته اهو تاني يوم اهو. انا مخزنه بنفس الطريقه كده، بس حطاه في كيس بلاستيك بقى. بحط اكياس بين كل طبقه وطبقه، كيس مطبخ عادي، في زيت غزير سخن وسخن كويس. هنزل بقى قطعه قطعه. في الاول بنزله في زيت غزير يكون سخن قوي، يعني بتعدي دقيقه بالظبط، وبعدين بوطي النار علشان هو مجمد من الفريزر، فانا عايزه انه يستوي كويس، قلبه يستوي كويس من جوه. فانا بسيبه على نار هاديه لغايه ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده، واقلبه بقى. شايفين اللون الذهبي غير الريحه بقى؟ ما اقولكوش الريحه كانت ماليه المكان. يعني اولادي فعلا بعد ما عملت السندوتشات في الاخر زي ما احنا شايفين كده، هعبي سندوتشات فاكرين بالظبط اكن بتاع بره. علشان تشتري سندوتش زي ده طبعا دي مش كل الكميه، ده طبق من 3 اطباق اللي انا عملتهم. سامعين القرمشه؟ شايفينه عامل ازاي من بره مقرمش ازاي، ومن جوه شايفينه عامل ازاي. هنبدا بقى نحطه في سندوتشات. انا ما كانش عندي خس، بس حطيت طماطم وفلفل، وكان في كاتشب برضو، وفي شويه عملتهم مع مكرونه محمره كده، او مكرونه بصلصه. ممكن تعمليه مكرونه بصلصه. رائع يا جماعه، رائع. بكده احنا عملنا ناجتس مقرمش لذيذ بيتي اقتصادي نضيف، وكمان تكلفته اقل بكتير من الجاهز. اشجعك جدا تجربيه في البيت، وبجد هتتفاجئ من النتيجه. لو جربتوه شاركوني رايكم في كومنتات، دي حاجه بتسعدني وبتشجعني اني اكمل. ما تنسوش بقى اللايك والشير لكل حبايبكم، وانتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.